المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم ما جاء فيها. وسام زايد للرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد. إريتريا وإثيوبيا والإمارات العربية تصدر بيانا مشتركا. توسيع أنشطة مستشفى عداق حمص. إسرائيل تسقط طائرة حربية سورية مع تصاعد التوتر على حدود الجولان. مقتل 19 في انهيار بسد بلاوس. والبرلمان التركي يقر قانونا أمنيا جديدا بعد رفع حالة الطوارئ. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تبرع المواطنون أعضاء فريق بالتوك EPLF هجداف فيجن روم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ويوتيوب وتويتر بمبلغ 44 ألف دولار، أي 660 ألف نقفة، لإعالة أسر الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقال عضو المجموعة المقيم في السويد السيد دانيال هايلي لوكالة إرينا إن أعضاء الفريق يقيمون في شمال أمريكا ودول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وإسرائيل، ويتعارفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل التجمع الوطني، ويطلقون المبادرات لدعم مواطنيهم المحتاجين، وأن الدعم الحالي مواصلة لخطوات تنفيذ أمانة الشهداء. وكان الفريق قد قدم دعما من قبل للسيدة المعاقة أسكالو جبر مسقل التي تعيش في محافار وترعى رغم إعاقتها أسرة معاقين بمبلغ 11 ألف دولار، ومبلغ 17 ألف دولار لأسرة السيد صالح أحمد التي تضم 5 أطفال معاقين في مديرية مايعيني، وكذلك مبلغ 4300 دولار لأبناء الشهداء في عام 2017. وقد تشكل فريق بالتوك EPLF هجداف فيجن روم قبل عامين لمساعدة المواطنين المحتاجين. يقوم مستشفى عداق حمص بتوسيع خدماته بإدخال معدات جديدة لأقسام الجراحة والولادة والرحم. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور كفليوس تدلا أن العمل الجاد جاري لتوفير التجهيزات اللازمة من أجل المهنيين والمعدات لحصول المرضى على الخدمات الجيدة عن قرب. وأشار إلى تقديم المستشفى خدمات الولادة لأكثر من 1000 حامل في الأشهر الستة الماضية، وسيرتفع العدد مع تطوير خدمات الحمل والولادة. وأوضح مسؤول الصحة العامة في المستشفى سيد أملسون والدتيون أن التوعية الصحية المقدمة لضمان صحة المجتمع تحقق نتائج مرضية، داعيا للدفع بإصحاح البيئة لدورها في الصحة العامة. وذكرت الممرضة فقاد حاجوس مسؤولة قسم الولادة أن أكثر من 60 من الأمهات يحصلن على خدمات رعاية الأمومة والطفولة يوميا، مناشدة منح الأهمية الخاصة لبرنامج تطعيم الأطفال والأمهات لأهميته القصوى. وقد بدأ مستشفى عداق حمص الخدمات المسائية الخاصة إلى جانب الخدمات التي يقدمها ل24 ساعة. قيمت إدارة مديرية شامبوقو بحضور مسؤولي إدارة الضواحي ولجان المديرية والشركاء عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية التي نفذت في هذا العام. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية شامبوقو سيد برخت محاري عن توزيع مساحة 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المطرية لأكثر من 10 ألف مواطن. من جانبه أوضح مدير مديرية شامبوقو سيد كحساي أسرات أن الأراضي كان يمتلكها القلة نتيجة الأسلوب الذي كان متبعا، وأن عملية إعادة التوزيع تعالج الظاهرة. ودعا المزارعين لتخصيب التربة وإنتاج محصول وفير من مساحة محدودة. عقدت اجتماعات في مديريتي عرزة وصنعافة لبحث كفاءة التعليم والمشاركة التعليمية. ودعا مسؤول المدارس في مديرية صنعافة الأستاذ بيانة تسفاي في الاجتماع التقييمي للتعليم في المديرية، دعا المرأة بصفة خاصة للاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية المتوفرة. وأشار التقرير المقدم إلى أن نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية كانت في العام الدراسي الماضي 83% و60% في المرحلة المتوسطة و54% في
المرحلة الثانوية. وأوضح بأن التأخير أثناء بدء الدراسة والمقاطعة والغيابات ونقص الأدوات الدراسية من المشاكل الرئيسية للعملية التعليمية. وفي الاجتماع المماثل الذي عقد في مديرية عرزة، أوضح مسؤول التعليم الأستاذ عقابو ملس في التقرير الذي قدمه عن نجاح نسبة 81% من جملة 18426 طالب وإكمال 623 امرأة تعليم الكبار من 730 امرأة. ودعا الاجتماع للتعرف على أسباب مقاطعة الطالبات للتعليم وإيجاد الحلول لها والإسراع في بناء المعمل الذي يشيد في ميدوما. وحث مدير مديرية عرزة سيد رؤسهم كفل مريم للعمل الجاد لتوظيف معلمين ذوي الخبرة في المدارس الابتدائية لنقل المعرفة جيدا للطلاب. هذا وتوجد في مديرية عرزة 48 مؤسسة تعليمية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة حربية سورية اخترقت المجال الجوي الواقع تحت سيطرتها فوق هضبة الجولان، لكن دمشق قالت إن نيرانا أطلقت على الطائرة أثناء مشاركتها في غارات على مقاتلي المعارضة داخل سوريا. وقال الجيش إنه أطلق صاروخين من طراز باتريوت لاعتراض طائرة سوخوي سورية بعد أن قطعت مسافة كيلومترين داخل مجال جوي تسيطر عليه إسرائيل رغم تحذيرها. وصعدت هذه الواقعة من التوتر القائم منذ أسابيع على حدود الجولان المحتل، حيث أعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى مع اقتراب قوات الحكومة السورية بدعم من روسيا من استعادة أراضٍ يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. هذا وفي سوريا، نقلت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية عن سلطات الصحة قولها إن عدة هجمات أسفرت عن سقوط 38 قتيلا على الأقل وإصابة 37 آخرين في السويداء وقرى إلى شمال شرق المدينة. وفجر انتحاري نفسه قرب سوق في المدينة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في حين شن متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية هجمات على عدة قرى إلى الشمال الشرقي. ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأن أكثر من 3000 في حاجة إلى الإنقاذ، وذلك بعد انهيار سد في منطقة نائية بلاوس. ونقلت صحيفة محلية عن حاكم المنطقة قوله إن أكثر من 3000 شخص في حاجة إلى الإنقاذ، وبأنه تم العثور على نحو 19 قتيلا وفق ما نقلته رويترز. وكانت السلطات في لاوس قد أعلنت سابقا أن مئات الأشخاص في عداد المفقودين قضاة انهيار سد لتوليد الطاقة الكهربائية لا يزال قيد الإنشاء في جنوب البلاد. هذا وقالت رئاسة كوريا الجنوبية إن رئيس البلاد مون جيه إن أمر بإجراءات من بينها إرسال فريق إغاثة طارئة لمساعدة ضحايا انهيار سد تشيده شركات كورية جنوبية في لاوس. وافق البرلمان التركي على جميع بنود قانون أمني جديد للاستمرار في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك بعد رفع حالة الطوارئ في الأسبوع الماضي، والتي استمرت لمدة عامين في أعقاب الانقلاب الفاشل. وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم، ويمدد فترات الاحتجاز، ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي. هذا وفي شأن تركي آخر، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة العمليات الأمنية على طول الحدود التركية حتى القضاء على جميع التهديدات الأمنية، مضيفا أن لا أحد يملك حق انتقاد قانون مكافحة الإرهاب الجديد. وأطلقت تركيا عمليات عبر الحدود مع سوريا بذريعة تهديدات إرهابية من وحدات الشعب الكردية.
قال مسؤولون إن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على مقاطعتين في إقليم بكتيكا في جنوب شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان، بينما يستمر القتال الضاري في أنحاء البلاد. وقال مسؤولون محليون إن مقاتلي طالبان بدأوا مهاجمة نقاط التفتيش والمراكز الأمنية في مقاطعتي أومنا وجايان في بكتيكا، مما أجبر قوات الأمن الأفغانية في المنطقة على الانسحاب، مخلفة وراءها كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وأكد جو الإسلام سيال المتحدث باسم إقليم زابل وقوع الهجوم والخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية، لكنه لم يخض في التفاصيل. واستولت طالبان على مراكز سلسلة مقاطعات منذ بداية العام، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على كثير منها، وتسيطر الحكومة على مناطق يقطنها نحو ثلثي سكان البلاد. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.